مساء الخير، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. تعالوا نعمل مع بعض النهاردة طريقة تخليل الخيار البلدي الحجم اللي انتوا شايفينه ده. هنخلله في اقل من 5 دقايق، وان شاء الله هيتاكل بعدها بيوم واحد. وازاي يكون مقرمش معاكي ومش طري كده، ويغيب لأطول فترة معاكي. معانا اول حاجة كيلو من الخيار الحجم اللي انتوا شايفينه ده، مش تخين قوي عشان ما يكونش فيه بذر من جوه. الحجم الصغير ده اهم حاجة يكون بالحجم ده. بعد كده بنغسله وبنقمعه من الطرفين زي ما انتوا شايفينه كده. ده كيلو بالظبط معايا. بعد كده بقى بنجيب الحلة بتاعتنا عشان نعمل فيها المحلول بتاع الخيار اللي هيتخلل فيه. معانا حوالي 4 كوبايات بالحجم اللي انتوا شايفينه ده من المية. 4 كوبايات مية ساقعة مش سخنة طبعا. بعد كده بنجيب حوالي برضو 4 معالق ملح بالمعلقة الكبيرة. 4 معالق ملح على كل كوباية مية، معلقة ملح كبيرة اهو. وبندوب الملح بتاعنا في المية لحد ما يدوب خالص. اهم حاجة المحلول بتاعنا ده عشان الخيار يطلع كويس معانا ويطلع بالقرمشة اللي احنا عاوزينها. بعد كده بنجيب حوالي نص معلقة سكر وبندوبها برضو في المحلول بتاعنا. بعد كده بقى بنجيب 4 معالق كبار بنفس المعلقة من الخل بتاعنا اهو. يبقى 4 كوبايات مية عليهم 4 معالق من الملح و4 معالق من الخل ومعلقة صغيرة او نص معلقة من الكبيرة ديت سكر. لو مش عاوزين تضيفوا سكر استغنوا عنه، بس السكر هو اللي هيخليه مقرمش. وما تخافوش مش هيسكر في الخيار ولا اي حاجة. وبندوب طبعا المحلول بتاعنا وبنرفعه على النار لحد ما يغلي معانا غلوة واحدة. وبعد كده بقى ايه، بعد ما المحلول بتاعنا ما يغلي على النار بننزل فيه الخيار بتاعنا كله اهو. الخطوة دي مهمة قوي، لازم المحلول يغلي معانا الاول على النار. وبنرقد فيه الخيار بتاعنا زي ما انتوا شايفينه كده، وبنغطي عليه ونسيبه حوالي نص ساعة في المحلول لحد ان المية بتاعته ما تبرد خالص. هنا بقى اسيبه حوالي نص ساعة. وبعد كده لو عندك برطمان ازاز، انا ما كانش عندي فجبت العلبة الصغيرة دي وجبت 4 فصوص من الثوم وقمحتهم وهنزل بيهم في العلبة اللي هخلل بيها الخيار. وهحط 3 من ورق اللوري. وهنا يا جماعة بعد الخيار بتاعنا ما سيبناه في المحلول بتاعه حوالي تلت ساعة. انا ما سبتوش كامل نص ساعة، سبته حوالي تلت ساعة بالظبط. ده كان لونه، شايفين اللون بتاعه بدأ يصفر اهو، غير اللون بتاعه. بناخد بقى الخيار بتاعنا نطلعه في العلبة اللي هنخلل فيها، وبنحطه كده بالرص واحدة بواحدة جنب بعض. طبعا لو عندك ليمون ممكن تعملي شريحتين ليمون وبتحطيهم على الوش كده. ويفضل لو في برطمان ازاز تخليلي في البرطمان الازاز احسن. كده طلعنا الخيار بتاعنا ورصناه زي ما انتوا شايفين شكله بقى ازاي في تلت ساعة بس. ده كان الشكل بتاعه. بننزل بقى بالمحلول المية بتاعنا على الخيار بعد ما رصناه كده وبنغطيه وبنسيبه ليلة كاملة بره على الرخامة. وبعد كده بندخله التلاجة، لازم يتحط في التلاجة عشان ما يبص معانا. بس بعد ليلة كاملة بنركنه على الرخامة، بعد كده بنحطه في التلاجة وبتاكلوا منه بعد يومين. يا رب الفيديو يكون عجبكم، ما تنسوش تعملوا